ربنا آتنا من لدنك رحمة، حطها في صلاتك دي وفي سجودك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرشاد الحال اللي دخل بيه أهل الكهف. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والرشاد هو حسن التفكير وحسن الاختيار والقرار. أغلب مشاكل بعد البشر عن ربنا بسبب تعظيم ما صغره الله وتصغير ما عظمه الله. الهداية إنك تشوف الكبير اللي عند ربنا تشوفه كبير، الصغير عند ربنا تشوفه صغير. لكن تحزن وتنزعج وتخاف وتتعلق بأشياء هي حقيرة عند الله، أو إنك أنت تهمل ولا ترتب أولوياتك على أشياء عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. هو دي حقيقة البعد والضلال عن طريق ربنا. إيه رأيكم نخش بهذه النية؟ مش بس إن إحنا يا رب يكتب لنا أجور عظيمة على أعمال بسيطة هنعملها، إحنا نفسنا نثبت على القرب من ربنا والعيشة بشكل فيه رشد. ألهمني رشدي وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نفسي أعيش كده لغاية ما أقابل ربنا.